كنا بنتكلم يا استاذ اشرف على الشركات او على اللجنه لتامين الرياضه، وزي ما كنت بقول لحضرتك ان في الجامعه جربوا التجربه دي وجابوا شركه امن خاصه اعتدي على افرادها. وطبعا لو اي فرد منهم كان اعتدى على حد من الطلبه كانت الدنيا قامت ما قعدتش. انا اعرفه ان الدنيا كلها اللي بتامن اي شيء هي الشرطه او الداخليه، بس التصيد للداخليه ده اللي بيحصل في كل مره. انا مبدئيا انا رافض ان احنا نقول مسبحه الدفاع الجوي والاعلام كله بيقولها، لا هي مسبحه او ايا كان الحادث حادث في مباراه الزمالك وانبي. مش عايزين نحط كلمه الدفاع الجوي دي، انا ما اعرفش ليه احنا عمالين نرددها وتتردد بره بنفس الطريقه، بره بتتردد بنفس الطريقه. هي مباراه ايا كان ملعبها فين، هي مباراه ما بين الزمالك وانبي حصل فيها حادثه، تمام. في مخطئين، في مخطئين. اول المخطئين جمال علام، وهفضل اقول جمال علام لغايه ما يمشي من اتحاد الكوره، لان جمال علام هو المستفيد الاول من عوده الجماهير. هو ما مش هيحط حاجه في جيبه، ولكن هو عايز بس يبين ان ليه انجازات. انا بقول له انت بقالك انجازات، زي ما سمير زاهر كان عمال دايما يتكلم على انجازاته اللي هي الثلاث بطولات الافريقيه، لغايه ما اضاف اليها انجاز جديد اللي هو 3 بطولات افريقيه و70 قتيل في بورسعيد. النهارده جمال علام ما كانش عارف يعمل اي انجازات رياضيه، فاتعمل له انجاز اللي هم ال20 قتيل اللي حصلوا في مباراه الزمالك. خالد عبد العزيز من ضمن المسؤولين، لان هو برضو من ضمن الناس اللي الحت على وزير الداخليه بعودة الجماهير. كان هو وجمال علام، وكل شيء كانوا يطلعوا عشان يحرجوا الداخلية ويحرجوا الدولة، يطلعوا على القنوات يقولوا اللي واقف عودة الجماهير هي وزارة الداخلية. طبعا وزارة الداخلية رضخت وده كان خطأ. لا، عودة الجماهير ما ترجعش الا لما احنا في ظرف استثنائي في البلد. الجماهير ما ترجعش للملاعب الا لما الدولة تستقر في كل شيء، لان انت النهاردة عمال تدي للناس ادوات يحاربوا الدولة بيها. احنا كل تجمع في كل يوم جمعة بيحصل فيه مصيبة، احنا نعمل لهم تجمع تاني والناس اللي بقى اللي بيطلعوا يطبلوا ويقولوا الكرة للجمهور، لا في مباريات كتيرة اتلعبت بدون جمهور. الجمهور ده يمكن الدكتور عراقي كان بيقول الجماهير المتعطشة للرياضة، وانا معاه، انا واحد من الجمهور اللي متعطش للرياضة، ولكن في فرق ما بين الجمهور العادي اللي طول عمره بيشجع كورة وما بين الروابط. الزمان احنا كنا نعرف ايام ما كنا بنروح الاستاد، كنا نعرف علي قوطة والجماعه دول وكان دول كبار المشجعين، علي قوطه وحسين والخواجه، كان يوم ما بيتلفظوا بس على الفرقه الثانيه بنقول الناس دي منفلته. فما بالك اللي بيحصل النهارده، الشاب اللي رايح اما اسمع شاب طالع على قناه من القنوات يقول الدم بدم ايه؟ ده واحد ما فيش قناه تطلع تصوره دم بدم بتحارب الدوله. فانا بقول لحضرتك دول المسؤولين، وزاره الداخليه بعيده كل البعد، اللي بيجهزوا تهم سابقه لمرتضى منصور. انا اقسم بالله ما اعرف مرتضى، عمري ما قابلته، لكن اللي كل حاجه حاطين فيها اسم مرتضى لسبب ان مرتضى بس هو راجل انفعالي شويه وبيتكلم بعصبيه، فهم بيدوروا له على مصيبه. ان ما كانتش موقعه جمل تبقى موقعه الاستاد، تبقى هم بيدوروا لمرتضى، يحطوا مرتضى في اي جمله مفيده. فمع احترامي الجماهير ما ترجعش خالص لاي مباراه، سواء في الكره في كره القدم، في الهاندبول، في اي شيء. مفيش حاجه اسمها جمهور دلوقتي لغايه ما الجمهور يبقى عارف ان زي ما ليه حق عليه واجب تجاه الدوله. احنا في ظرف استثنائي، كل يوم في مشكله. اسمح لي يا كابتن جمال، كل القنوات فردت ساعات للموضوع ده. احنا من قبل الحادثه دي بايام كان عندنا 31 شهيد في سينا. اتعملت خبر كده في كل قناه، وكل واحد حط لي شريط اسود على الشاشه 3 ايام وخلاص، بدانا نجيب بقى الاغاني والرقص والكلام من ده ونسينا. لا، احنا بقالنا من يوم الحادثه بتاعت ماتش الزمالك كل يوم نتكلم عن نفس الموضوع. زي ما حضرتك بتقول بيجيبوا الفيديوهات لاستثاره الناس واستثاره الشباب، وده في هدف، ده في هدف لتعطيل الدوله برضه. دكتور طارق،